هل أنت مستوعب بمقتل علي عبد الله صالح؟ والله كنت مش مستوعب، بس بعدين باللحظات الأخبار استوعبنا هذا الكلام، وفعلا كنا مؤيدين لهذا الشيء. أنا عن نفسي كل ظالم له نهاية، واللي صلحها في بنا مش قليل يعني. نعم مستوعب بقتله، ولكن والله حزينين عليه من أجله. صحيح إن إحنا كنا نتمنى إنه يموت باليوم 1000 موتة، ولكن والله عندما رحل الوطن معه، رحل كل شيء معه. لماذا؟ لأنه مات على يد ناس أجر لا يعرفون ما معنى التعليم، ما معنى الحرية، ما معنى حقوق المواطن، ما معنى الحرية بشكل عام. لا مش مستوعب أنا. ليش؟ إنه علي عبد الله صالح بكل بيت، كل مكان علي عبد الله صالح. طبعا مقتل عبد الله صالح الذي حصل امس، طبعا ما اقدرش اقول فاجعه او اقول صدمه، انما يعني كان استغراب. يعني نحن كشعب يمني او نحن في عدن، يعني كنا خلاص الشخص يعني كالاله لا يموت. يعني لما امس جينا على خبرنا الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح قد توفى، فكنا في حاله صدام ان الشخص زي توفى. يعني خلاص يعني شخص داس علينا 33 سنة ما يموت، يعني حيفضل لنا ايش بنقولوا عقبة في المسار ومسيرة حياتنا. والله بصفتي الشخصية أنا متوقع منذ فترة طويلة، يعني علي عبد الله صالح يلاقي حتفه في أي فترة في أي وقت، لأنه كان يعني زي ما كان يتكلم يقول إنه لعب على الثعابين، والثعابين كانت تتربص له. لا والله كان صعب الخبر جدا علينا، لأنه يعني عشنا معه 33 سنة، يعني بنتوقع أن هذا الشخص صعب يموت، فهم لك. خبره كان يعني ما صدقنا حتى والله، بس بعد يعني سبحان الله كل ظالم له نهايته. والله بصراحة هذا شيء معروف من زمان أنه بيقتل الرجل هذا، لأنه أعماله أعمال عفنة، لا عاد خلى شمال ولا جنوب، فرقش حلم الجنوبيين كلهم. قتل الوحدة اليمنية هو علي عبد الله صالح، وهو الذي أسس الشيء هذا، والقرصنة والفوضى والغلاء. إذا كنت أنا موظف لي 35 سنة أتعاطى 30,000 ريال، إيش هي؟ لمن ولا لمن؟ فين العدالة والمساواة؟ أجوا بسطوا على الأرض وبسطوا على كل شيء في داخل الجنوب، ويبنوا أحلام داخل صنعاء، وهنا مكانهم مغلوبين على أمرهم، وهذا كلام شيء مش صحيح. طيب هل أنت حزين بمقتله؟ والله حزين ونعم الحزن والله. هو حزين من داخل القلب حقي، حزين من داخل قلبي. رئيسي كيف في الانتماء في الحس الوطني، رئيسي علي عبد الله صالح، واللي قلنا نعرفه احسن من الانسان ما نعرفوش. نحن نحب علي عبد الله صالح، حتى لو هو سوى عمل، بس انا احب علي عبد الله صالح، وانا جنوبي عدني، انا اموت علي عبد الله صالح. هذا شيء اكيد. انا بالبدايه عندما سمعت الخبر حق علي عبد الله صالح انه قتل، انا والله تاسفت عليه ومستغرب ان تكون نهايته هذه النهايه، نهايه يعني زي القذافي، زي الزعماء الباقي صدام حسين. ولكن انا كان هذا ما يشجعناش، لو كان دخل بالطرق الدبلوماسيه وطرق الرحمه وطرق شوف، من ناحيه الحزن هذا كان رئيس سابق يحكم اليمن بشكل عام، لكن قصة حزين ما حزين، يعني فداء لروح الشهداء وفداء لروح الجرحى والمعاقين في البيوت، قليل في مقتل علي عبد الله صالح. لا، وإنما فرحان، وإن شاء الله البقية زعماء الحوثي إن شاء الله بيجيهم نفس المغلب حق ما قدروا فيه. وكلمة أخيرة تود أن تقولها بحق الرجل؟ بحق الرجل أقول كلمة أخيرة، يعني مقتل علي عبد الله صالح في هذا الشيء، يعني الله عز وجل جعل كيدهم في نحرهم. يعني التحالف العربي بر وجو وبحر ما قدر يقتل علي عبد الله صالح. حياته كلها حروب، دخلنا معه مثلا احنا بالوحدة بقلب نية صافية، وسلمناه دولة وعلمها وثروتها واقتصادها وأملاكها، وقلنا هذه أمانة وأعطيناها الأمانة أنه يحافظ عليها. لكن نفاجئ بعد ما استلمها وتأكد من استلامها طردناه بالشوارع، طرد موظفي الدولة وعمالها وكوادرها، واصبحوا الجنوبيين الذي أمنوه على دولتهم أصبح
بعضهم بالسجون، بعضهم واحد فيه قلب، واحد فيه يعني كله من سيادة عبد الله صالح ماشي مر، يعني لا بالشمال لا صلح لا للشمال والجنوب، يعني حتى الذي صلحه بالشمال يعني على الرغم من التقدم في الشمال يعني في الطرقات والهذه كلها كانت مساعدات خارجيه، لكن ان الشيء عمل مشاريع اقتصاديه انتاجيه يعني لدوله اليمن، اقول يعني الله يرحمه اذا كان صلح شيء.